اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مره بتشوفي قناه شيف ام بوسي، ما تنسيش تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. دعموا قناتي لسه جديده، ودعموني وشجعوني، وان شاء الله نبقى احلى اخوات على اليوتيوب. النهارده هنعمل معاكم اللوبيا. هي سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت، وبتبقى تحفه في الاكل. بسم الله ما شاء الله، طالعه جميل. شفتوا الجمال طالعه عامله ازاي؟ وهي سهله وبسيطه وما بتاخدش مننا حاجه. اللي قدامنا دون كيلو لوبيا. انا هعمل معاكم كيلو لوبيا ان شاء الله. انا جبت كيلو اللوبيا، طبعا نقيته. اذا كان في زلطيه صغننه كده، ترابيه صغننه كده، طنيه صغننه كده، طبعا انا نقيته وخليته زي الفل. هحط عليه بقى ميه سخنه، هتسيبيه في الميه السخنه ديت ساعه الا ربع او ساعه. في ناس بيبيتوا اللوبيا دي على بيات في قلب الميه، لا مفيش الكلام ده خالص. انا سبته ساعه بالظبط في الميه السخنه دي، لقيتها نفشت وزادت في قلب الحل. طبعا انا غسلتها كويس، بعد ما نفشت في الحله غسلتها غسله كويسه وحطيتها على النار، وحطيت عليها ميه نضيفه تانية سخنه، وحطيت معلقه ملح عشان تبقى من ملحها. طبعا سبتها على النار، هي كانت نفشت في قلب الميه، طريت معانا سن. هنطلعها هنسويها نص سوا في قلب الميه دي. هي اللوبيا سهله وبسيطه وما بتاخدش مننا اي وقت. طبعا كده استوت معانا نص سوا. انا حطيتها تحت ميه ساقعه وغسلتها غسله كويسه، وحطيتها عليها ميه ساقعه وحطيتها في المصفى وتصفي ميتها. طبعا انا بحب اسلقها نص سلقه ليه في الميه السخنه دي. طبعا ما بتيجي تسلقها بتطلع لي كريم كده، لونه اكنه في طينه كده، بتطلع الشوائب اللي فيها كلها في الميه دي. في ناس بيحبوا يحطوها في الصلصه على طول، تستوي في قلب الصلصه على طول، مش بيسلقوها. لا انا عندي الميه دي بتنطر كل اللي فيه، يعني بتحطها في الصلصه بتبقى نضيفه. طبعا انا جبت هنا، حطي بقى جبنه حله، هتحطي فيها معلقه زيت او شويه او معلقه سمنه حسب ايه راحتك انت. حطينا بصله صغيره فيها كده حلوه. البصله طبعا هنحمرها سفاري. بعد ما تتحمر سفاري هننزل بشويه توم كده، ده حسب بقى انت عامله ربع كيلو او نص كيلو او كيلو. انا عامله كيلو. طبعا البصله بتاخد سوا شويه عن التومه، فالتومه بننزل بيها على البصله بعد ما البصله بتتحمر شويه. كده التومه خدت بردك لون سفاري كده، قمت نازله بقلب عصير الطماطم. بردك حط عصير الطماطم على حسب الكميه اللي انت سلقاها، اذا كنت عامله ربع كيلو او نص او كيلو. نزلنا هنا بنص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه بابريكا وشطه. الشطه حسب الرغبه، عايزاها حاميه كتري الشطه، عايزاها بارده براحتك، مش عايزه تحط شطه خالص خلاص. طبعا هديها تقليبه كويسه كده وهتتسبك مع نفسها كده شويه. كده بقى هننزل باللوبيا اللي احنا سلقينها ونطرت الشوائب بتاعتها كلها في الميه، وغسلناها بميه نظيفه وتصفت. نزلنا باللوبيا وهنقلبها تقليبه كويس. هننزل بالشوربه بقى. ما عندكيش شوربه عادي، حطي شويه ميه سخنين وحطي مكعبين مرقه دجاج او مكعب حسب برضك الكميه اللي انت سلقاها، هتبقى زي السكر برضك. شفتوا الجمال عامله ازاي؟ هي طبعا مسلوقه معانا نص سوا، هتتسلق بقى النص التاني في قلب الصلصه بتاعتها، هتمص من الصلصه بتاعتها. طبعا ما حطيتش على الصلصه ملح عشان الشوربه عندي اصلا بتاعها مظبوط، فانا ما حطيتش في قلب الصلصه وانا بحط الشطه والبابريكا والفلفل الاسود ملح، عشان ملح شربتي مظبوط. طبعا كان عندي حتتين لحمه انا كده، قمت حطاهم يمصوا من صلصه اللوبيا، بتبقى معسله لما بتحطها في قلب الطبيخ كده. ولو مش عندك شوربه قلنا نحط شويه ميه سخنين ونحط مكعب مرقه، بتبقى زي السكر برضك. طلعت معانا حلوه زي العسل اهي. هي طالعه لسه مسلسله شويه كده. طبعا اللوبيا اما بتبرد وبتفضل في الحله شويه بتلاقوها قوامها تقل، يعني بتختم كده وبتتقل معاكي، بتدي قوام اتقل من كده، وطالعه زي السكر وسهله وبسيطه وما بتاخدش وقت. وانا توابلي بسيطه. في ناس بيحبوا يحطوا مع الفلفل الاسود كمون لا، الافتكاسات دي لا. هو فلفل اسود وبابريكا تحمر لك الصلصه وتخلي لون الطبيخ جميل، وفلفل اسود وبابريكا وشط
بس. وطبعا الشوربه فيها ملحه، لو عايزه ملح انت ظبطي ملحك بقى ايه يا قمر انت وهي. طبعا هنعمل جنبها بقى شويه رز بشعريه كده او شويه رز حبايه وحبايه، وهيبقى الاكل زي العسل. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ام بوسي في احلى لايك منكم، واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. وباي باي.